وابو موسى بعد المصاريف دي كلها مش قادر يجيب جنريتور؟ زاهر، اديله لبن، اديله لبن. لا مش عايز انا عايز نسكافيه. عايز ايه؟ نسكافيه. نسكافيه؟ اجيب لك نسكافيه منين دلوقتي؟ اديله لبن. معلش، اماكن مقفوله دي تخلينيش اخد نفسي. مقفولة ايه؟ ما الطريق واسع قدامك اهو مفتوح. اسمع وانت ماشي ما تبصش لا يمين ولا شمال، ها؟ يا معين يا جبار يا رحمن يا رحيم، اللهم يا معين يا رحمن يا رحيم، اللهم فرج شدتنا. امين. يا بركه دعاك اللي جاب يا اما. صورتني يا واد انت. مؤاخذة يا كبير، مفيش في النفق هنا كنيف. ايه؟ كنيف دورة ميه، اصل لا مؤاخذة. صور دورة مية، انت فاكر نفسك في الشيراتون؟ بص امشي على طول واعملها في اي حته، بس اعملها على جنب، ما تعملهاش في نص السكه. يلا. الواد ده لو فضل كده كتير النفع هيقع علينا. ايه؟ ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. الواد ده ينفع يشتغل في المطافي. ايه ده؟ الواد عبد الجليل ماله اتحرق كده ليه يا باشا؟ طبعا مش فاقد ميه كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور النفق. الإخوة من مصر؟ ايوه احنا من مصر. مصر ده أم الدنيا كلها. الله يخليك. امال حضرتك منين؟ من السودان. احسن ناس. هي مصر والسودان ايه؟ ما هو واحد. أي خدمات؟ الله يخليك. بالسلامة إن شاء الله. اتفضل يا اخويا، مع السلامه، مع الف سلامه. راجل طيب قوي. مين ده؟ ده الباك رايت بتاع الهلال يا باشا، ده الواد حمص غزله تغزيله. يا عبد الجليل، عبد الجليل، يلا بينا. بقول لك ايه يا كبير، النفق ده باين عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسكون. مسكون؟ ايه يا ابني في ايه؟ مسكون بايه ان شاء الله؟ عليا النعمه وانا بفك لا مؤاخذه سنقتي لقيت عفريت طويل واسود قوي قام زارق من ورايا. ما هو جنة. ده كان هيشن من على الارض شيء. العفريت؟ اه. سلام قول من رب رحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. أخواني من مصر؟ نعم. الأخوة من مصر؟ شوف يا اخي، المصري تعرف في اي حته. امال حضرتك منين؟ من اسطنبول. احسن ناس. ما هو مصر وتركيا ايه؟ ما هو واحد. في خدمات يمكن أقدمها لكم يا فندم؟ لا متشكرين خالص، اتفضل. سلام يا فندم. مع السلامه. السلام. مع الف سلامه. ما هو خايف من ايه؟ ناس رايحه وناس جايه. انا حاسس ان انا في شارع جامع الدول العربيه الساعه 2 بالليل. يلا. النفق مسدود. مسدود. انا عارف ان انا هموت هنا. انا كنت حاسس من الاول. احنا مشينا اكتر من 9 كيلو. احنا تهنا. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا باشا؟ يا باشا ما فيش غير حل واحد، ان احنا ناخدها اسهل اول النفقه وبعدين نخبط على ابو موسى لحد ما يفتح لنا. انت بتقول ايه؟ احنا معناش اكسجين يكفي، يعني الكهرباء لو قطعت هموت هنا ومش هينفع نرجع تاني. وصلنا لحد هنا بالعافيه. ما تكلم لنا ابو موسى يبعت لنا حد ياخدنا من الدفنه اللي احنا فيها دي. اكلمه ازاي؟ مفيش سيجنال هنا. احنا مشينا غلط. دخلنا نفق تاني. مفيش حل غير اننا نرجع. مش هنفضل واقفين كده نبص الحيطه سد. يلا نرجع. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك. ابو شعلان. ابو شعلان. ابو شعلان. شحم ولحم.
نورتونا والله يا جماعه. الله الله يا ابو شعلان، تسلم ايديك، تجعله عمل على طول. الله يخليك كفايه كده يا ابو شعلان، احنا مش جايين نكلفك هنا. يا ناجي بيك، مصر بلد الكرم والجود، والمثل بيقول جود بالموجود، وهذا كله من خيركم. الله يخليك، ما هو مصر وفلسطين ايه؟ ما هو واحد. اكيد. ليه ما بتاكل يا ناجي بيك؟ لا معلش، اصل انا طول ما انا بفكر ما بعرفش اكل. ممكن فنجان قهوه؟ على عيني وراسي، احلى فنجان قهوه يعدل مزاجك. ربنا يخليك. طول عمري نفسي اتجوز واحده فلسطينيه. الجمال اللي مش موجود ده، تلاقي العيون مسحوبه والرمش قد كده. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. يا راجل الطعس ده، احنا لسه جايين دلوقتي من نفق كانه التربه. ايه يا شيخ حسن؟ وانا بقول يا صاحب، انا بقول اتجوز. انا بعد اللي انا شفته في النفق ده انا مش مصدق ده لسه عايش. انا قطعت الخلف خالص. صحة وهنا يا شباب. واحفظك. اتفضل يا ناجي بيك، اتفضل اعدل مزاجك. هي البلد مالها فاضيه كده ليه يا ابو شعلان؟ الحقيقة يا ناجي بيك في مشكلة حصلت، اتفضل. والطريق هالحين مقفولة. امال احنا هنروح غزه ازاي؟ بالليل ان شاء الله لما تهدى الامور شوي حنروح غزة، بس هلا انتم منورينا والدار داركم. هي المشكله بين مين ومين؟ بين جماعة فتح وجماعة حماس. وايه سبب المشكله؟ سبب بسيط جدا. واحد من جماعة فتح بيجوز ابنه، يعني عامل فرح. اجى لعنده واحد من بتوع حماس عشان يهنيه ويبارك له، قام فجر صاروخ بالفرح. صاروخ؟ صاروخ سكود ولا كاتيوشا؟ لا 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 يا ناجي بيك، صاروخ من هاللي بفرقع بالفرح. لكن جماعة فتح اعتبروا انه ايه، هي اهانة الهم وحيخربوه من الفرح. وجماعة حماس اعتبروا انه هذا الكلام مش مزبوط. بعدين الصاروخ يا ناجي بيك كان حيعمل حريقة بالفرح، لكن اللي حصل بعدين انه صار بينهم عركة كبيرة جدا. ربنا يهدي النفوس. امين يا رب العالمين. انا رح اقوم جيب لكم الشاي عن اذنكم. ربنا يخلف عليك يا ابو شعلان. بقول لك يا كبير، انا شايف ابو شعلان يعني بيقول لا مؤاخذه حماس ولا مؤاخذه فتح. انا لا مؤاخذه ايه دول بالظبط؟ تعرفش مين حماس ومين فتح؟ لا. يا باشا ده سايت اعداديه، هيعرف منين ده؟ تعرف انت حسام؟ امال ايه يا باشا؟ ده انا مؤهل عالي، انت نسيت ولا ايه؟ انا بكالوريوس تربيه رياضيه. وبعدين في ايه يا جدعان، حد ما يعرفش حماس وفتح؟ تعرف ايه؟ ايه؟ تعرف ايه؟ شفتهم يا باشا في التلفزيون، قناه الجزيره، الاتجاه المعاكس. كانوا جايبين اتنين قاعدين قصاد بعض كده والمذيع في النص. واحد فيهم كان بيتكلم بحماس، قام التاني اتفتح فيه. هو الشاي اتاخر ليه؟ وانت يا ابراهيم؟ لا يا باشا، انا بتفرج على ميلودي، ماليش انا في الجزيره. بقى ما حدش عارف حماس وفتح. انتوا مش عايشين في الدنيا. والنعمه الشريفه معدت علينا يا باشا. لازم تعرفوا ايه اللي بيحصل حواليكم. لازم تفهموا كويس. وايه المشكله ما بينهم بالظبط يا باشا؟ المشكله ان دول مش طايقين دول، ودول واعيين مع دول، ودول عايزين يقلعوا دول ويركبوا على دول. راحوا دول ضاربين في دول، دول يسكتوا؟ لا. المشكله بين دول ودول جات على هوا دول. امريكا واسرائيل طبعا عايزين يوقعوا دول مع دول، مع ان دول نفسيهم واعيين مع بعض لوحديهم من غير دول. واحنا في النهايه يهمنا ايه؟ يهمنا ان دول يبقوا مع دول. طب انا عندي سؤال يا باشا، احنا مع دول ولا مع دول؟ احنا شويه مع دول وشويه مع دول.